مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا كلش مشتاقة لكم، بس راح احاول ارجع اشوفكم وجهي اكثر واكثر. فعلا طولت الغيبة هالمرة، بس على كل حال اليوم اريد احكي لكم او اقول لكم على 5 عطور كنت اعشقهم بطلت احبهم. فاذا تحبون تعرفون شنو هم هذول ال5 عطور اللي بطلت احبهم، خليكم تشوفون هذا الفيديو. اول عطر، اذا صار لكم فتره تشوفون قناتي تعرفون انه اني كلش احب السي من جورجيو ارماني. ريحته فعلا تجنن، بس ما اعرف ليش بطلت احبه. يعني من اريد اطلع المكان واريد ارش عطر ابدا ما استخدمه، بس ريحته طيبه، بس بطلت احبه ما اعرف ليش. يمكن ريحته شويه قويه علي، وصار بدي احب الريحات شويه حاديه هالمره بهذه الفترة، فيمكن هذا السبب. بس الصراحة ريحته طيبة، ما أعرف ليش بطلت أحبه، بطلت أستخدمه، صار لي أكثر من 2 مو مستخدمة هذا البرفيوم. ثاني عطر بطلت أحب وكنت كلش أحبه بالأخص الفصل الخريف والشتاء هو البلاك أوبيوم من YSL. ريحته تجنن، بس ريحته كلش قوية علي، يعني كل ما أخلي علي يعني فعلا يعطيني صداع. بطلت أحب العطر علي. طبعا كان يزعجني هواية قبل ما خلفت كلوي، فيمكن الولادة، الحمل والولادة أثروا علي، إنه خلت إنه شمي للأشياء تكون كلش حساسة، ما أعرف. بس بطلت أحبها علي، ريحته كلش قوية. إنه فعلا الريحة مالته ما كانت تزعجني قبل، وكنت أحبها هواية. ما كنت أتوقع إنه ريحته قوية أبدا، أو إنه لدرجة إنه تعطيني صداع. بس هالفترة كل ما أريد أخليه علي إنه فعلا يدوخني. ثالث عطر بطلت أحب، ولنفس السبب، لأنه فعلا ريحته كلش قوية علي، يعني لدرجة إنه فعلا يعطيني صداع. هو البلاك نو مو بلاك أوبيوم هو التوم فورد نوير. ريحته فعلا تجنن، أحب ريحته هواية، بس السبب ما كل ما أخليه علي إنه فعلا أريد أتقيأ، يعني فعلا يلعب نفسي. بس ريحته طيبة، بس ما أقدر أتحمله أبدا. إذا صار لكم فترة تشوفون قناتي راح تنصدمون بآخر عطرين راح أقول لكم عليهم، لأنه كانوا بأفضل عطور عندي السنوات والسنوات. رابع عطر فلاور بام من فيكتور اند رولف. فعلا أحب هذا العطر، بس التقيت بشخص فعلا خلى حياتي بالشغل مو كلش حلوة، يعني خلاني فعلا ما أحب هذا العطر. لأنه كانوا يستخدمون هذا العطر كل ما أفوت الغرفة، حتى إنه من يكون عندنا اجتماع وهيجي، هاي هي تكون ريحتهم. يعني هذا العطر اللي دائما كانوا يخلوا عليهم، وفعلا بطلت أحبه لهذا السبب. يعني كل ما أريد أخليه علي بطلت أحبه بسبب هذا الشخص. إنه الريحة مو كلش مميزة، لأنه هواي عالم يستخدمون هذا العطر على كل حال، بس الريحة فعلا طيبة. بس كل ما أخلي علي يعني فعلا يجيب لي طاقة سلبية بسبب هذاك الشخص، فما أحتاج هاي الطاقة السلبية أبدا، بالأخص بهذا الوقت. وآخر عطر، يعني طبعا أني منصدمة إنه بطلت أحب هذا العطر هالقد، وراح تنصدمون لأنه كان فعلا أفضل عطر عندي سنوات وسنوات وسنوات. هو الكوكو مادمازيل من شانيل. يعني فعلا بعدني أحب ريحة هذا العطر، وفعلا أحس ريحته مميزة. بس الصراحة العطر مو، يمكن بطلت أحب إنه كل العالم تستخدم هذا العطر. يعني ماكو شخص، يعني ماكو غرفة أفوت بيها أو محل أفوت بيه إذا ماكو شخص مخلي هذا العطر. ويعني ما يهمني هواية عالم يستخدمون مثل العطر الصراحة، يعني ما يهمني هذا الشيء. بس انه من كثر ما شميت هذا العطر كل يوم، من كثر ما اشمه كل يوم، فعلا لعبت نفسي منه. يعني مثل من اكو اغنيه نحبها ودائما نسمعها بعدين راح نصير تعبانين من الاغنيه، نبطل نحبها لانه سمعناها هوايه، ما نريد نسمعها مره ثانيه. فيمكن هذا اللي صار بي بسبب هذا العطر، انه بطلت احبه من كثر ما اشم مع العالم. انه كل ما أريد أخلي عطر هالفترة يعني أبدا ما أريد أستخدمه. صار لي فترة طويلة ما مستخدمته مع الأسف، لأنه صراحة أنا أحب العطر، ومن أحس إنه هذا فراغ عن شي فعلا جاب لي هواية ذكريات حلوة أو مو حلوة، بس جاب لي هواية ذكريات وقضيت وقت طويل وياهم. فمن أبطل
فأبطل أحب عطر فعلا إنه شيء إنه يزعلني شوية، لأنه راح أفتقد هدول الذكريات بسبب هذا العطر من أخليه عليا. بس انه اكو هواية عطور انا متأكدة راح يجيبوا لي مثل الذكريات واحلى، فما اريد اطول بالحكي واوجع لكم راسكم. هذول كانوا ال5 عطور اللي كنت فعلا احبهم وبطلت احبهم لعدة اسباب. فاتمنى انه حبيتوا هذا الفيديو. شكرا هواي على مشاهدتكم، وراح اشوفكم بالفيديو الجاي. باي.